اهلا حبايبي ومتابعيني. النهارده بقى فيديو مختلف شويه. انا نزلت السوق الخضار والفراخ والسمك كده اللي يكفيني اطول مده، طبعا يريحني من نزول السوق كل يوم. بسم الله ونشوف جبنا ايه. انا اول حاجه بداتها كده بالخضار اهو، يعني انا جبت ليمون وجبت بصل وجبت بنجر. هوريكم كل ده بالتفصيل دلوقتي، بس الاول نبدا بالفراخ. طبعا انا هنا جبت 4 فرخات، لسه هغسلهم. انا كده بس طلعتهم من الكيس بتاعهم وحطيتهم على صينيه عشان لسه هغسلهم غسله خفيفه كده قبل ما احطهم في المحلول. وطبعا هعمل لهم اللي هو محلول النقع بتاعهم وهخليهم زي الفل. انا هنا كده غسلتهم. في ناس ما بتغسلهمش، بس انا بصراحه بغسلهم قبل ما احطهم كمان في المحلول، يعني شطفه بسيطه كده. وطلعت طبعا الحاجه بتاعتهم، الكبد والقوانص، وبقطع الرقبه كمان وبحطها معاهم كده بالشكل ده. وبعدين هسيبهم كده بقى على جنب، اعمل لهم بقى المحلول بتاعهم وحطيتهم اهو، يبقوا ان شاء الله زي الفل. بسيبهم شويه منقوعين وبعد كده بغسلهم حلو واسيبهم بس يتصفوا كده عشان ما يبقاش فيهم بس ميه. وبعد كده بحطهم في الفريزر كده بالشكل ده. حطيت كل كده فرخه في كيس اهو، والكبد والقوانص والحاجه بتاعتهم انا عامه حطيتها في كيس تاني صغير. ممكن انا استعملهم، يعني بحوشهم، ممكن يبقى مثلا كيسين 3 اروح عاملاهم مره مع بطاطس مع اي حاجه كده. هحطهم في الفريزر ونرجع تاني للخضار بتاعنا. بما اننا بقى في موسم الزيتون وكده، والزيتون ما شاء الله يعني مالي السوق، انا جبت كده نوعين من الزيتون، وده اللي انا نزلته لكم، الزيتون العجيزي والزيتون التفاحي. هنا كده الزيتون التفاحي وده العجيزي. وطبعا هنا جبت ليمون، بس ده ليمون للبيت، النص ده للبيت كده. وجبت طبعا ده الكرفس اللي هيتحط للزيتون، وده ليمون اخضر اهو، جبت حوالي كيلو. وفي شنطة تانية برضو فيها ليمون تاني اهو، هو اخضر شوية، ده للزيتون. ودي الشنطة الصغيرة دي للبيت كده. ده فلفل احمر، طول ما موجود في السوق انا بجيبه، سواء هو او الاخضر، واعمل منه هريسة الشطة. هريسة الشطة انا بحط عليها التوم، او لو عندك الاخضر بتاع التوم بروح برضو فرماه مع هريسة الشطة كده، وبظبطها حلوة قوي في جميع الاكل بتاعك، في تمليح اي حاجة بتدي طعم وريحة حلوة قوي. طبعا ده الفلفل للزيتون برضو. ولو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسينيش بقى بالاشتراك في القناه واللايك الجميل، وتقولي لي ايه رايك في التعليقات، ونصلي على الرسول كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي ايه بقى ده البيض ده كده. البيض الشنطه طبعا مش راضيه تتفتح فانا قطعتها. برضو هنا كده كرتون بيض هحطها على جنب بس عشان ما تتكسرش. وهنا انا جبت صينيه علشان الزفاره، عشان تحت الخضار كده، بس انا هوريهولكم. هنا فتحت كده، جبت سمك شبار، او في ناس بتقول عليه بولتي. ان شاء الله ده شبار كبير اهو، يعني السمكية ممكن تعملها حوالي نص كيلو ما شاء الله. ده لسه هنضفه بقى، هحطه كده على الحوض عقبال ما انضفه. انا عينت الفراخ نضفتها وعملتها في الفريزر، وده بقى طبعا السمك لسه طبعا هيتنضف برضو، هحطه كده على الحوض. وهنا طبعا ده طول ما موجود في السوق انا لازم اجيبه. النعناع طبعا ما اقولكوش، لازم اساسي عندي طول ما هو موجود، اساسي ان هو موجود عندي في المطبخ. لا اما حاطاه في برطمان كده وحاطه فيه حبه ميه بحبه سكر وحاطاه فيه، لا مقطعاه وحطاه في التلاجة. طبعا والبنجر برضو ليه فوائد حلوه قوي، وانا بحب بصراحه ان انا ادخله في جميع الاكل بتاعه، سواء يعني في الاكل او المشروبات، مفيد جدا. ودي كمان شنطه دي كده برضو لليمون، علشان طبعا الزيتون بيحتاج حبة عصر كده يتعصروا لوحدهم، وفي بيتقطع وكده، فانا مزودة ليمون طبعا. وده بصل كده، بصل كبير اهو. وبرضو كنت جايبة بصل حجم وسط، بس ده انا بحتاجه مثلا في حشو فرخة، في حشو بطاية، في يعني حاجة كده بتنجزني. وبصراحة لما بلاقيه الحجم ده انا بحبه، وبجيب برضو الحجم الوسط. تمام، فدي شنطة وفي شنطة تانية. بصل احمر جميل، وعلى فكرة سعره حلو قوي اليومين دول اهو. فانا بجيب الحجم ده، ببقى جايباه الحشوه لحاجه معينه يعني. وبجيب برضو الحجم الوسط اللي ما بتبقاش بقى ايه، بتبقى مقفوله من ورا كده، علشان دي بسيبها في التربو.
طبعا ده طول ما هو موجود في السوق انا لازم على طول تلاقيني جايباه، اللي هو النعناع ده ما بيطلعش من المطبخ عندي طول ما هو موجود في السوق. طبعاً الجزر، وهنا الطماطم ما شاء الله كانت جميلة برضو، جبت منها، جبت حوالي شنطتين دي للسلطة كده، وجبت مستوية شوية وطبعا انا النعناع نسيت اقول لكم، انا النعناع طول ما هو موجود انا بجيبه وبحطه في برطمان كده في بحبة سكر، مية وحبة سكر، وبحطه فيها او بحطه في التلاجة في اي طبق كده، بس بكون منضفه. وهنا طبعا دي البطاطس بتاعتي اهي، يعني كنت جايبه من كل حاجه تقريبا شنطتين، لان انا زي ما قلت لكم انا ما بنزلش كتير، فبجيب حاجتي تكفيني مده حلوه اهو. و... والطماطم والجزر والبنجر ده مفيد جدا، انا بحطه في جميع الاكل بتاعي. ودي كده النهارده كانت مشترياتي لما نزلت السوق، واتمنى يكون الفيديو خفيف ويكون عجبكم. اتمنى الاشتراك في القناه فضلا وليس امر، واللايك الجميل، وتقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. سلام، استنوني الفيديو الجاي.